قولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر. جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. المتحف المصري الكبير. تم اختيار المتحف المصري الكبير ضمن قائمة جائزة فرساي لأجمل متاحف العالم لعام 2024 بالرغم من أنه لم يتم افتتاحه رسميا. المتحف المصري الكبير تبلغ مساحته 117 فدان، تحتوي على عدد من القاعات التي تضم القطع الأثرية، فيصل إلى 3 قاعات رئيسية، وتلك القاعات تضم 12 قاعة داخلية إلى جانب قاعة الدرج العظيم وقاعتين للملك توت عنخ آمون، حيث تعرض مقتنيات الملك الذهبي بالكامل والتي تبلغ عددها 5398 قطعة على مساحة 7000 متر مربع. والمدخل الرئيسي بمساحة 7000 متر مربع، وبه تمثال الملك رمسيس الثاني. تمثال الملك رمسيس الثاني عمره 3200 سنة. تمثال نجده عند المدخل، وهو أشهر ملوك الدولة الحديثة. كما قلنا نرى في المدخل الرئيسي بمسطح 7000 متر مربع نجد تمثال رمسيس الثاني و5 قطع أثرية ضخمة. الدرج العظيم بمسطح 6000 متر مربع بارتفاع يوازي 6 أدوار ويحوي 87 قطعة أثرية ضخمة. ودلالة على أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير نجد دعاية رائعة له صممت بالذكاء الاصطناعي على جميع المنصات العالمية، حيث نجد فيديوهات مثل تمثال رمسيس الثاني يتحول لبشر ويتجول في المتحف المصري الكبير، والتمثال المزدوج لآمون وموت، كلها دعاية رائعة صممت بالذكاء الاصطناعي منتشرة على جميع المنصات لدلالة على أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير. قاعة الملك توت عنخ آمون بمسطح 7500 متر مربع، وتضم 5000 قطعة من كنوز الملك مجتمعة لأول مرة. قاعة العرض التفاعلي الخاصة بالملك توت عنخ آمون، والعرض يستمر 30 دقيقة. وإذا تكلمنا عن محتويات المتحف المصري الكبير فأولا نتكلم عن مبنى المتحف الرئيسي. يحتوي المبنى الرئيسي على 12 قاعة عرض مزودة بأحدث التقنيات الصوتية والضوئية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 50,000 قطعة أثرية نقل بعضا منها عام 2016 من محافظة الأقصر، نقلت وسط إجراءات أمنية مشددة. ومن أبرز تلك القطع العربات الحربية والأسرة الجنائزية وكنوز الملك توت عنخ آمون.
ثم نجد في البهو الرئيسي الدرج العظيم، يبلغ طول الدرج العظيم 25 مترا، ويتواجد في منطقة البهو الرئيسية كونها مركز استقبال الزوار، حيث تشمل أهم المعالم السياحية داخل المتحف هما ميدان المسلة، أول مسلة فرعونية معلقة بالعالم، حائط الأهرامات، يمتد عرض هذا الحائط إلى 600 متر، حيث يؤدي إلى تمثال الملك رمسيس الثاني. ثم نجد الحديقة المتحفية، وعرفت باسم حديقة أرض مصر. وأيضا الممشى السياحي، هي منطقة تستهدف نقل السائحين من المتحف المصري الجديد والأهرامات الثلاثة بواسطة الطفطف. ونجد أيضا مركزا للترميم، ويوجد على مساحة 32 ألف متر مربع، إذ يتكون من 19 معمل ترميم للحفاظ على المعروضات واستدامتها الأثرية. ومن أهم هذه المعامل معمل للمومياويات، معمل الميكروبيولوجي، معمل الميكروسكوب الإلكتروني، معمل الأحجار الكريمة، معمل للخزف والزجاج، معمل للأخشاب وصناعة التوابيت، وأيضا مركز تدريبي ومنطقة ترفيهية تقع على مساحة 25 فدان، وتشمل شتى الأماكن الترفيهية والمحلات التجارية والمطاعم. وأيضا يحوي المكان على المراكز الأثرية والخدمية مثل متحف للطفل، مركز المؤتمرات، ومتحف لذوي الاحتياجات الخاصة، ومكتبة علم المصريات، ومزارات، وفندق فاخر.